التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي ضد الإكوادور: حراسة المرمى ياسين بونو، الدفاع أشرف حكيمي، نصير مزراوي، ديوف شادي رياض. على مستوى الوسط الميدان: حريمات أناحي السباري. وعلى مستوى الهجوم: نائل العنوي، إبراهيم دياس، وعبد الصمد الزلزولي. هذه هي أول تشكيلة رسمية لمدرب المنتخب المغربي محمد وهبي لمواجهة الإكوادور. توقعاتكم الجماهير لنتيجة المباراة، وهل هذه التشكيلة تستحق الأساسية أم هنالك من يستحق مركز أساسي أكثر من هذه المعلنة؟ شكرا وإلى اللقاء، ولنا العودة إلى أجواء المباراة.